شخصيات حموية كردية: الشاعر محمد عدنان قيطاز، أديب وشاعر وباحث ومؤرخ، منشورة بجريدة الفداء بالعدد الصادر 16 كانون الثاني 2019، يعني قبل وفاته ب3 سنوات. هو محمد عدنان بن صادق قيطاز من مواليد حماة 1936. تابع دراساته الابتدائية والإعدادية والثانوية في حماة، حيث حصل على شهادة دراسة ثانوية عام 1954. انتسب بعد حصوله على الشهادة الثانوية إلى كلية الآداب قسم التاريخ بالجامعة السورية جامعة دمشق حاليا، حيث تخرج عام 1958. بدأ حياته صحفيا في مطلع الخمسينات، وبعد حصوله على الشهادة الجامعية انخرط في سلك التعليم. في عام 1960 سافر إلى دولة قطر للتدريس فيها، وقد بقي هناك 3 سنوات، حيث أصبح خلالها مديرا لمدرسة الخور. عاد إلى سوريا عام 1963، وقد مارس التدريس في ثانويات حلب ثم حماة. شغل منصب مدير ثانوية ابن خلدون، ثم مدير دائرة المكتبات في مديرية التربية، ثم رئيس تقنيات التعليم. استقال من العمل الوظيفي عام 1999، حيث تقاعد قبل سن التقاعد كي يتفرغ للأبحاث التاريخية والأدب والشعر. حظي بالتكريم من معارف قطر بوصفه واحدا من رواد التعليم فيها. تم تكريمه من قبل اتحاد شبيبة الثورة واتحاد الكتاب العرب في سوريا ومجلس محافظة حماة وجمعية العاديات ونقابة المعلمين، كما قدم مجلس مدينة حماة له وشاح الوفاء. كان من رواد شعر الومضة، والومضات أسوق هذه الومضة: يا ليلة حب في تشرين أضأت العمر قناديلا، فيك ولدت وفيك أموت وفيك سأبعث جيلا جيلا. له العديد من المؤلفات، منها ما طبع ومنها قيد الطبع. ومن تلك المؤلفات: أوراق من تاريخ حماة، أدبيات حماة في القرن العشرين، أسامة بن منقذ، والجديد في تاريخ في آثاره وشعره، الفائت في شعر وجيه البارودي، وغيرهم. له العديد من الدواوين الشعرية، منها ما طبع ومنها قيد الطبع. ومن تلك الدواوين: الذهب الأخضر، في ملكوت الحب، معرج الروح، وغيرها. توفي في حمام بتاريخ 23 شباط 2022، حيث شيع إلى مثواه بموكب مهيب. ويومها ألقيت كلمة عند الضريح أمام وفود المشيعين. المحامي معتز البرغازي.